صباح الفل يا شباب. جود مورنينج. النهارده 12/11، فاضل 4 ايام على البطوله. بناكل الوجبه الاولى دلوقتي اهو. الوجبه الاولى عباره عن 200 جرام بطاطس مشويه، بس 200 جرام قبل السوا برضو. اهي البطاطس تمام ماشي. و100 جرام ستيك او لحمه مفيش دهون خالص، تمام. وانا والله العظيم وفي 50 جرام كوسه، والله العظيم باكل بايدي اليمين. انت بقى شايفها الشمال، ما اعرفش بقى الكاميرا مع الكوسه. انا باكل بايدي اليمين بس عشان ماليش لاقي في الكومنتات تكون بايدك اليمين يعني. باكل بايدي اليمين والله. النهارده لو هتلاحظوا هتلاقينا علينا شويه بالكارب. امبارح كنا 150، الوجبات كلها كانت 150 بطاطس، والكارب بتاعنا كان بطاطس، كان 150 بطاطس في 5 وجبات. دلوقتي 200 جرام بطاطس في 5 وجبات قبل السوا برضو البطاطس. والبروتين هيبقى زي ما هو. الوجبه الاولى بتبقى 100 جرام لحمه بعد السوا، وباقي الوجبات مع البطاطس بتبقى 100 جرام فراخ، ما عدا اخر وجبه هتبقى سلمون، وساعتها هقول لكم ايه الفكره وايه فايدتها. رقم 1. رقم 2 دي مقدرش استغنى عنها. النهارده هنشرب الميه اللي هنشربها في اليوم 8 لتر ميه، فدي قاروره 5 لتر عشان اسهل على نفسي بقى وما ابقاش متلخبط ودماغي مروشه وايه ده نسيت الميه، ايه ده مش عارف ايه. وطبعا مهم جدا انك تركز في التفاصيل دي. النهارده كمان 6 جرام ملح، امبارح كان 8 جرام ملح، النهارده 6 جرام ملح و 8 لتر ميه. امبارح كان 9 لتر ميه و 8 جرام ملح. فالنهارده هنشرب على مدار اليوم 8 لتر ميه، وعلى مدار الوجبات هنوزع 6 جرام ملح هيملايا برضو. كمان هنوريكم سبلمنتس اليوم، ايه اللي بدخله لتنزيل الميه، ايه الفيتامينز، كل الحاجات دي كمان هنشربها. دي كلها على بعضها 5 لتر، وهيبقى لي 3 لتر، يعني ازازتين من دول لتر ونص، دي بلتر ونص، يعني 2 منها 3 لتر، ودي 5 لتر. ده اللي شربناهم لحد دلوقتي، شربنا بتاع لتر. وعلى مدار اليوم انا رايح بقى التمرين، نازل من اليوم، نازل قصدي من البيت، ايا كان، بقعد كل شويه بق في بق في بق، بس يعني اهو. بس كده. عشان تنزل ميه اكتر لازم تشرب ميه كتير، بس طبعا نسبه وتناسب وحاجات معينه، تفاصيل معينه لها علاقه بالكرب وبالملح والميه والحاجات دي، عشان تعرف تنزل الميه اللي جسمك مخزنها او حابسها. ان خلاص تبقى قبل البطوله مفيش دهون خالص، تبقى انت نشفت على الاخر. بيبقى فاضل بقى حتت صغيره، سواء في الجناب، سواء في البطن من تحت، سواء في الرجل، سواء في الكتاف من ورا، سواء في الميدل سيكشن او في حته البطن او حته الجناب من تحت. دي بتبقى الحته دي بتبقى ميه، او لما تمسك جلده او حته تلاقيها يعني طريه قوي معاك بزياده وبتروح تيجي معاك قوي بزياده كده، اعرف ان دي بتبقى ميه، دي مش دهون. والدهون بتبقى بقى لما تمسكها تلاقيها سميكه قوي، بتبقى ماسكتها سميكه قوي ومش عارف يعني انت ممكن لو انا مثلا لما تيجي تمسك بطنك او حاجه، يعني مثلا اهو بس مش باين قوي، مثلا هنا تلاقي ان انت مثلا ماسك، بتلاقي ان الحته ذات نفسها طريه قوي بزياده وبتروح تيجي معاك قوي، تعرف ان شويه رقيقه بالظبط، فبتعرف ان دي فعلا ميه. لكن لما تمسكها وتلاقيها عنيده، زي ما بيقولوا الدهون العنيده، وتلاقيها صعب قوي ان انت تعرف تقفل صوابعك الاثنين على بعض كده، اعرف ان دي دهون. عشان بس الناس ما تبقاش، ماليش واحد ناس او معظم الكلاينتس اللي معايا اتمرن معايا على ريبي فيت يقول لي يا كوتش ده على كده انا حابس ميه قد كده، لا. الدهون شكلها بيتعرف، والشكل ذات نفسه بيتعرف يعني. بس واي حد طبعا اوفر ويت بيبقى عنده دهون كتير، وعنده برده نسبه ميه. فالميه دي تبقى اخر حاجه خالص، اللي هو انت خلاص متاكد ان مفيش اي حاجه، مفيش دهون، مفيش اي حاجه خالص، تبقى التفنيشه اللي هي قبل البطوله 5 ايام او اسبوع تنزل ميه. وطبعا انت لو مش بتلعب بطوله او هتلعب بطوله مش محتاج تنزل ميه نهائي اصلا خالص. ما تنزلش ميه، دي حاجه مهمه جدا. انك تنزل ميه دي حاجه خطر اصلا، خطر على مفاصلك، خطر على صحتك، خطر على تركيزك، مش حلو تماما، ملهاش لازمه. هي بس بتبقى التنشيفه الزياده اللي مهمه للمسرح. لكن انت تقدر تنزل ميه او تلبس لبس حلو، تاخد صور حلوه، صحتك تبقى حلوه، وعضلات بطنك باينه ومعروقه وكل ده، وانت منزل دهون كفايه او تحت ال 10% او 12% دهون، مش محتاج خالص انك تنزل ميه. دلوقتي هنخلص الوجبه وهنبدا ونوريكم باقي اليوم. شباب احنا دلوقتي في سوبر ماركت باندا، من اكبر سوبر ماركتات هنا في السعوديه.
اول حاجه احنا عند ركن الالبان جبنا زبادي يوناني. اي ده زبادي يوناني شركه ندى. فلو انتوا عندكم ندى، احنا عندنا برضو مزارع دينا بس لسه مزارع دينا ما عملتش زبادي يوناني. المهم الزبادي اليوناني مهم جدا فتره التحضير برضو، ان انت تاخد واحده زبادي يوناني عادي وتبقى كمان مش لو فات، لا عادي تبقى يعني نسبه الفات فيها عاليه او نسبه الدهون فيها ما تبقاش زيرو دسم، لا تبقى مثلا نسبه الفات 2% 5% عادي. قبل النوم كده كل يوم واحده، عشان البروبايوتكس وعشان البكتيريا النافعه اللي في البطن تزيد، فتحسن عندك برضو الهضم، وتحسن عندك اكتر اسمه ده البكتيريا النافعه اللي في المعده. كمان شفت حاجات بقى لذيذه قوي، بس احنا طبعا دلوقتي فتره التحضير دي حاجات هيلثي 100% صحيه 100%، ما فيهاش كمان سكر، بس احنا برضو فتره التحضير ما لناش ان احنا ندخل ستيفيا ولا سكر دايت ولا اي حاجه قبل البطوله على الاقل باسبوع، عشان تنزيل الميه والحاجات دي. فهنجربها ان شاء الله بعد البطوله. عندك شركه ندى برضو متميزه الصراحه، عامله بروتين شيك 27 جرام بروتين، ودي 300 مللي ما فيهاش سكر. يعني تعالوا نشوف بس النيوتريشن فاكتس كده. ده يا جماعه ال 100 مللي بكام سعره؟ ب 100 سعره، ب 103 سعره، وهي 300 مللي، يعني 300 سعره وفيها 27 جرام بروتين وزيرو شوجر، 2% فات، 100% لبن طبعا. كمان فيها يعني 10 جرام كارب، الكارب ده اللي جاي من اللبن طبعا عادي، ومن جوه اللبن. دي بالشوكولاته تحفه قوي، فيها كاكاو طبعا، بس متحليه بسكر ستيفيا وكاكاو، حاجه جميله قوي. في منها كمان برضو بالفراوله، في منها بالبلح، انا ده اللي هموت عليه الصراحه واجربه. بكام سعره ده بقى؟ 100 مللي ب 112 سعره، يعني 350. ايه هتاخده ده؟ ماشي يا بدر، حلال عليك. ده 350 سعره، اعتقد السعرات فيه ازيد سيكه عشان البلح طبعا، وفي برضه بالفراوله، في بالفانيليا. فبجد يا جماعه تحيا شركه ندى هنا، بصراحه رايقه قوي. في بقى الساده عادي جدا، ده اعتقد طعمه هيبقى عامل زي الرايب. ال 100 مللي رايب، ال 100 مللي ب 87 سعره، يعني 300 مللي دي كلها على بعضها ما جابتش ال 250 سعره، و27 جرام بروتين يا جماعه. شوت حاجه جميله قوي بصراحه. ده كده. وفي طبعا هنا عندك كل المنتجات برضو، عندك بقى ميلك شيك عادي جدا، في برضو تمر بالحليب هنا، في عندك الحليب وعندك اللبن. وتركز في الموضوع ده، لان اللبن هو اللي بيبقى رايب، اللي هو بيبقى طعمه رايب وتقيل، اما الحليب هو اللبن اللي احنا متعودين عليه، لازم تاخد بالك من الموضوع ده. في عندك برضو ايه بالمانجا، في عندك بالفراوله، عندك كل الشركات. عندك المراعي هنا، ايه ده المراعي بتتغلب على شركه ندى وبتقول لها انا هنا، انا ايه ده يا جماعه؟ ده ايه ده؟ عاملين بروتين ده كام مللي؟ ده 400 مللي، ماشي شركه ندى 300 مللي، ده 400 مللي في 34 جرام بروتين يا جماعه. سكوب بروتين، انت لو هتاخد سكوب بروتين بيبقى افخم شركه عاملاه بتبقى 25 جرام بروتين في السكوب. انت عندك ده 34 جرام بروتين، ما فيهوش سكر، وكله على بعضه كام سعره؟ خلاص ال 200 مللي ب 165 سعره، يعني ده 400 مللي، يعني انت بتتكلم ده ب 380 سعر حراري او 390 سعر حراري، في 34 جرام بروتين، في دهون قليله وكارب قليل، ومعمول طبعا بالكاكاو برضو، ومفيش سكر. تحفه. شركه المراعي عاملين منه فانيليا، عاملين منه شوكولاته، عاملين منه فراوله. ايه ده؟ فراوله بالموز فراوله بالموز يا جماعه، تحفه. وفي برضو مانجا ب 20 جرام بروتين، ده اصغر. في فراوله. لا احنا محتاجين ايه يعني؟ احنا كده المنافسه بقت شرسه ما بين مراعي وشركه ندى. مزارع دينا لا لسه يا جماعه انا بناشد، لو دينا انت بتتفرجي على الفيديو ده، يا ريت ايه تزق الدنيا عندنا هنا في مصر شويه، تعملنا منتجات لذيذه زي دي، بصراحه حاجات تحفه. جبنا بقى نص كيلو صدور فراخ، تمام. طبعا يا جماعه عشان احنا مسافرين بكره ان شاء الله الصبح الخبر، فانا هجيب حاجات بس الاكل بتاع النهارده وبتاع بكره بس، عشان هصحى اطبخ وجبات بتاعت بكره كلها واطلع على الطياره بقى، ويوم هيبقى طويل شويه. فانا هجيب صدور فراخ دي نص كيلو يا دوبك، حلوين قوي لبكره. وهنجيب من اللحمه، نجيب لسه شايفينها كانت اني واحده، ماشي حلوه قوي دي 200 جرام لحمه عشان الوجبه الاولى.
حلو قوي. 200 جرام دول ب 7 ريال، حاجه تحفه. وصدور فراخ دول 18 ريال النص كيلو. طبعا انت لو قاعد مقيم في السعوديه فتره طويله زي هيتعامل اكنك برضه في مصر، ان انت لو في مصر، مش دايما بتجيب حاجتك من السوبر ماركت، دايما بتجيب حاجه. يعني انت بتجيب اللحمه من الجزار، بتجيب الفراخ من الفرارجي، بتجيب الخضار والفاكهه من الخضري. ده الاحسن طبعا والارخص والاوفر. بس انا لو واحد قاعد مش قاعد فتره طويله في السعوديه، هجيب حاجتي من السوبر ماركت على طول. لكن انا لو قاعد فتره طويله، شهر شهرين ثلاثه سنه، اكيد طبعا برشح لك ان انت لا اكيد تبقى ليك ناس هنا تعرفهم، تجيب حاجتك بقى تجيب مثلا لحمه من الجزار، تجيب فراخ من الفرارجي، تجيب الحاجات البسيطه بقى من السوبر ماركت. لان انا عارف ان انا اكيد هنا الاسعار هنا برده مش اوفر على فكره، حلوه، بس اكيد هيبقى في اسعار هنا ارخص. يعني مثلا اللحمه اللي انا جايبها دي 200 جرام الستيك 200 جرام دول عاملين 7 ريال. اعتقد لو انا جبتهم من الجزار ممكن يبقى ال 200 جرام ب 5 ريال. فهي بتبقى كده يعني الفروقات البسيطه دي تفرق طبعا معاك لو انت واحد قاعد فتره طويله. بس فاللي انت نصيحتي ليك لو انت مطول في ايا كانت البلد بتاعتك، لازم تجيب كل حاجه من مصدرها. ولو مش مطول هات كل حاجه من مكان واحد على طول. وانا كمان بحضر بطوله تعبان وبتاع وقاعد مده قصيره، فالانجز والاسرع هو ده على طول. ماشي كده، جبنا اللحمه بتاعتنا، جبنا الفراخ بتاعتنا. كمان عشان وجبه بالليل بكره وبعده، النهارده قصدي وبكره عندنا سلمون. فهنروح عند السمك ونجيب حتتين سلمون كده. طبعا لو كنا في مصر كان زماني جبت حته سلمون من اسماك الاندلس في مطعمنا، بس هنجيب بقى سلمون عادي هنا من السعوديه عادي يعني مش مشكله. لا عجباني لقطه لذيذه قوي هنا في سوبر ماركت باندا. مش عارف دي حاجه موجوده في كل السوبر ماركتات ولا لا، بس انا دلوقتي في مدينه جده في سوبر ماركت باندا اللي هنا في جده. لاحظت ان هم عاملين حته السمك او السي فود اريا كلها، الفرش بقى بالسمك الفريش بكل حاجه، اوضه مقفوله بباب مكيفه بكل حاجه، بحيث ان هي بره ما تبقاش فيه اي ريحه ولا في اي حاجه لو الناس برده ما بتحبش ريحه السمك او كده. فحركه جميله قوي برده ولذيذه من سوبر ماركت باندا. تعالى هات لهم السمك، عارف، عشان اثبت لكم ان انا ابويا تاجر سمك، وان احنا عندنا مطعم سمك اندلس، وان انا يعني معلم كبير من وانا صغير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هوريكم بقى اي سمك. ده مرجان، ده مرجان، ده برضه مرجان. سمك المكرونه ده شعور. ده الماكريل يا جماعه. سمك الماكريل ده جميل قوي قوي، طعمه قريب من السلمون، من انواع السمك الدهنيه او الفاتي، جميله جدا. طعمه قريب من السلمون وفي نفس الوقت فريش وافيد لك من السلمون. قول لي ليه؟ لان السلمون مش طازه، عمرك ما هتاكل سلمون طازه غير في النرويج حرفيا، لان هو السلمون سمكيه بتعيش في المحيط. فلو انت بتاكل سلمون في مصر ومكتوب عليه فريش، هتاكله ازاي فريش؟ على الاقل بيبقى متخزن سنه ولا سنتين. فانت في عندك الماكريل، في البولتي، الدنيس، في الوقار، في البغبغان. ولهوي بص تعالى قرب كده، بص السمكيه يا جماعه، الشعور دي قد ايه، بص الشعور دي قد ايه يعني حاجه جميله قوي. والجمبري طبعا عندك الجمبري السويسي، الجمبري الدمياطي، الجمبري الاماراتي، الكابوريا. تعالوا لكم معلومه سريعه كده بقى ليكوا انتوا تعرفوا الكابوريا النتي من الدكر ازاي. دي كابوريا دكر، لما بتبقى لونها مزرقه قوي كده وتحتها دي طويله كده، الشريطه بتاعتها دي طويله، دي معناها ان دي الدكر. لحمته بتبقى مش طعمه قوي زي النتي، وكمان مش بتبقى مبطرخه. النتي بتبقى باللون ده، تبقى دي عريضه مش طويله. يعني بصوا لاحظوا الفرق، دي عريضه وقصيره، ودي طويله ورفيعه، ودي لونها مايل للون ده، لون البرتقاني كده شويه، وده لون الزرقان. ده ذكر، ده انتايه. ده لحمه اكتر بس لحمه ناشف شويه، ده لحمها اقل بس مبطرخه ولحمها طعم. فطبعا دايما جيب النتي، ولما تيجي تنقي او تجيب كابوريا من اي حته هات النتي مش الذكر. اقول للراجل اللي بيجيب لك هات النتي ما تجيبش الذكر، وقول له المعلومه دي قالها لي عربي. تحليل النهارده هيبقى اخر يوم بطاطس، وبكره هيبقى في بطاطس برده، بس هنبدا ندخل رز. والرز بسمتي من احسن الشركات اللي بحبها، شركه تلدا. رز بسمتي ابيض اصلي نقي حبه طويله، بيبقى طعمه حلو جدا وبيتعمل بسرعه قوي في الميكرويف وجميل. فهنجيبه عشان برده التحمير شباب، وعشان الوجبه الاخرانيه عايزين يبقى فيها هاي فات شويه او دهون شويه اعلى. جبنا حته سلمون، وركزوا ان حته السلمون تبقى القطعيه دي الديل تبقى اخر حته في السمكه، لان الديل بيبقى فيه دهون اكتر وبيبقى مغذي اكتر ليك انت من ناحيه لما تيجي تاكل سلمون. يعني هات دايما الحته اللي في الديل، اللي هي اخر حته في السمكيه،
تبقى اطعم واطرى وفيها دهون اكتر. وطبعا انت بتاكل سلمون عشان الدهون الصحيه اللي فيه، وعشان طبعا لما تيجي تاكله كل جلده كمان، جلده مفيد جدا. فركز ان انت بتجيب السلمون تجيب الديل. يعني تعالوا لكم الفرق. دي هي على فكره السمكيه كلها مفيده وحلوه، بس عندك زي ما قلت لك لو انت عايز تاكل حاجه اطعم وفيها دهون صحيه اكتر، الديل. عندك ده جسم السمكيه من النص اهي بالمنظر ده. بصوا الديل اهي نازل ايه بشكل مثلث كده شويه. فانت خليك دايما في الديل لو عايز تاكل حاجه اطعم واحلى في السمك. وهو عمال يديكم معلومات ونصايح كتير ببلاش كده في عالم الاسماك، ده خبره سنين. طب يا شباب ده حاجه زي البام سبراي اللي هو الزيت، بس زيت بخاخ اهو. ده يا شباب عايز بس اقول لكم حاجه معلومه سريعا نقرب كده بدريانو. عندك هنا كل المنتجات دي، يعني ده سواء الشركه دي او النوع ده، بس الفكره جايه من المصدر بصراحه. يعني ده جاي من مصدر زيت الافوكادو، وده جاي من مصدر الزبده، وده جاي من مصدر الزبده برضه، ده جاي من مصدر زيت الجوز هند. الفكره ان ده بيبقى زيت جوز هند او زيت افوكادو او زيت سمنه او زيت زبده بلدي ايا كان، او زيت حلو يعني، بس زيت زي اللي انت متعود عليه، بس محطوط في حاجه بخاخه. انتوا شايفين بخاخه سريعه وقويه شويه، فلما بتدوس تكه بتوزع على الطاسه كلها مره واحده. فبتبقى الرشه فعلا ما تكملش الكالوري، فبتبقى ممكن فبيكتب لك 0 كالوري. عشان الرشه بص كاتب لك ايه، ركزوا يا جماعه 0.25، يعني اللي هو يعني ربع جرام، الرشه الربع جرام ب 0 كالوري، ده منطقي. لكن انت لو فعلا جيت رشيت كده عشان اول ما تشوف 0 كالوري تقعد ترش كده في الطاسه، ده اكنك بالظبط حطيت معلقه سمنه بلدي او زبده بلدي او بتاع، فهتاخد السعرات العاليه عادي. فانت تركز انك ترش رشه واحده دوبك بس عشان توزع. هي من الاخر ده ميزته ان هو بيديك انك تعرف توزع. يعني انت لو جبت البخاخه بتاعت الحلاقه دي حطيت فيها زيت ممكن تغنيك عن الموضوع ده، بس انا يعني اسهل لو جبت ده يعني. اوكي يا شباب جبنا الحاجه خلاص كلها اهي. وجبات بتاعت النهارده وبكره ان شاء الله. بكره نصحى الصبح بدري نعمل اكل اليوم كله عشان يبقى اغلب اليوم بره في الطياره بقى، ومن الطياره هننزل من جده هنركب طياره للدمام، ومن ده هناخد عربيه للخبر. حوار طويل، وعشان كده جبنا حاجه مره واحده. كلنا الوجبه الثانيه اللي هي 150 جرام فراخ، اللي هي قصدي معلش سوري 100 جرام فراخ بعد السوا، و200 جرام بطاطس قبل السوا. دلوقتي هنعمل الوجبه الثالثه اللي هي نفس الوجبه الثانيه، ونظبط الحاجه ونقعد ناكلها سوا كمان شويه. الوجبه الثالثه وهي الوجبه الثانيه، وهياها الوجبه الرابعه. بعدها الوجبه الخامسه هي المختلفه. الوجبه الاولى هي المختلفه. الوجبه الاولى زي ما قلت لكم كانت ستيك وصورتها، الثانيه والثالثه والرابعه فراخ، والخامسه اخر حاجه سلمون، دي هنعملها بعد التمرين اخر وجبه. دلوقتي معانا 200 جرام بطاطس قبل السوا، 100 جرام فراخ بعد السوا، وحاطين بقى الايه موزعين زي ما انتم شايفين الملح الهيمالايا اهو، الملح بتاعنا على الوش. و دي كنت شربت نصها، وكان فاضل لي لسه غير ال5 لتر دي ازازتين لتر ونص، فضيتهم تاني هنا عشان ابقى عارف ان خلاص خلال اليوم ده كله اخلص دي. فاضل لي سكه 4 لتر من ال8 لتر ميه بتوع النهارده. يلا ناكل عشان نروح الجيم بقى. زي برضو تمارين الخفات امبارح، النهارده احنا عندنا اماميات. هنلعب الاماميات بتاعت الجسم كلها، يعني هنلعب شيست، وهنلعب كتاف جانبي، كتاف امامي، وهنلعب باي. هنبدا باول شكل معانا باتر فلاي. هنلعب 20 عده 3 مجاميع سوبر ست في تجميع عالي على الجهاز او شيست او انكلاين شيست بريس. نبدا كده 20 عده، تقفل لحد الاخر وتفرد لحد الاخر بالراحه، ولا بزود وزن، بضخ دم وبس. زي ما انتم شايفين ابتدينا نعروق اكتر، البامب بقى اجمد. احنا النهارده علينا بالكارب، وخلاص بكره هنبدا التحميل جد شويه، نبدا ندخل في الرز شويه ونعلى شويه برضو بالكربوهيدرات.
خلصنا الشيست، نخش على الكتف. تمرينه واحده بس 4 مجاميع رفرفه جانبي 20 عده سوبر سيت في رفرفه امامي. بس نجيب دمبلايه حلوه. ممكن نلعب نبدا بالسته، نلعب 20 عده كتف جانبي. هنلعب يا جماعه لو بالبلدي هنقول كابلات من فوق كده في كابلات لقدام كده. نلعب 20 عده و20 عده. كده يا جماعه خلصنا الشيست، خلصنا الكتاف الجانبي الكتاف الامامي. نلعب برضو شكل واحد باي دلوقتي برضو بس سوبر سيت في بعض 3 مجاميع. هنلعب تبادل عادي جدا 20 عده. في طبعا ناس تقول لي التبادل مش لازم اللفه دي ملهاش لازمه، العب كده. بس انا بصراحه انا عندي 11 سنه بتمرن وكنت بلعبها كده بلفه، عشان كان مشهور ان اللفه دي يقول لك عشان التكويره دي بتدي تكويره للبايسبس، وانا عمال الف 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 من وانا قد كده والبايسبس اضعف عضله عندي. بس انا بحبها كده عشان متعود عليها كده. ونلعب بقى ال 20 عده هامر. ممكن يعني في ناس تلعبها كده وفي ناس تلعبها كده، وفي ناس تطلع لحد تقول لك يطلع لحد النص، في ناس تقول لك يطلع لحد الاخر. الفكره في ايه؟ دلوقتي انك لما تطلع لحد النص انت بتجيب خلاص اللي انت عايزه للبايسبس. لو كملت لحد فوق انت بتبدا تجيب ايه؟ الساعد بس مش اكتر. فعادي انا بقى بالنسبه لي العب هامر ازاي؟ بحب العبه فعلا لتحت خالص وفوق خالص. ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله نزعل الساعد ليه؟ ما يكبر معانا الساعد ويعرق معانا زي ما انتم شايفين يعني. مش فاهم. يقول لك لحد النص عشان تجيب بايسبس. طب يا حبيبي ما هو يعني انت وقفت لحد هنا ما تعمل كده، اعمل كده عادي. زي برضه يقول لك ايه؟ ما تطلعش قوي بالجانبي عشان ما تجيبش ترابيس. تعال طب ما اطلع اجيب الجانبي واجيب برضه ترابيس عادي يعني. عادي يا جدعان يعني. فاضل 4 ايام على البطوله. هنلعب اخر مره بطن هنلعب فيها بطن، ما لعبناش امبارح قلنا نلعب النهارده يعني عشان بس ايه نعرف نشدها اكتر باذن الله كده على المسرح. من اقوى تمارين البطن عامه، والتمارين البطن المفضله لكريس بومستد هي الليج ريزز عادي جدا. في نوعين ليج ريزز، في واحده صعبه شويه اللي هي انت كده اهو وبتفرد لحد الاخر رجلك وتطلع كده، ممكن كمان تطلع اكتر. يختي موبايلي وقع يا جدعان. ماشي ممكن نعملها لحد النص بس، ممكن نعمل وانت تانيها. لو انت لسه هي صعبه عليك شويه ممكن تتني رجلك وتلعب كده. دي شويه جناب. دلوقتي نلعب مجموعه بلانكايه كده واحده، نجيب اخر فيها في الوقت عشان الواحد يعرف باذن الله كده ايه يشد بطنه اكتر كده على المسرح ربنا يكرمه. انا اقوى حاجه عملتها في حياتي كانت 3 دقايق ونص. تقريبا زمان خالص وانا صغير بقى كده لما كنت باجي للجيم بلعب بطن بس عشان اطلع بطن، ده اللي كنت فاكره يعني. كنت تقريبا جبت في مره 5 دقايق في مسابقه كده ولا مش فاكر والله حاجه كده يعني. بس انا قلت ايه اخده تحدي قدامكم، ولو فيصت ابقى فيصت قدامكم تبقى عرفتوا اخر قد ايه. بس انا فعلا عشان مش قادر ايه؟ هتحط لي ما تحطش زي كده.
نازل وسط كده؟ ايوه يعني يوتيوب عدى قد ايه يا بدر؟ خلاص مش قادر. يعني فاهم بدور في الرحله دي اه الجيم وبتاع تحضير وفتره عالم بعد كده عشان بطل ماشي بجد خلاص كده؟ يلا الوضع جاي اللي انت قاعد فيه بريح يا بدر، بريح. باي شكل يعني. عايز الحمام قوي اصلا الصراحه. وتنزيل المايه يا جماعه اسوء حاجه بجد بجد في تحضير البطولات. تنزيل المايه ده تبقى رايح اول لما تحس انك تعمل حمام لازم تعمل حمام، عشان ما عملتش حمام بجد يعني هتحمل الناس. انا ساعه. طب يا شباب خلاص احنا كده النهارده 13 نوفمبر، بطوله 16 11. الساعه دلوقتي احنا متاخرين قوي قوي قوي، الساعه 2:10 حرفيا. لسه فاضل لي وجبه، دي اخر شويه ميه على فكره خلاص ليا الباقي اليوم هم دول مدمس فيهم بقى. دلوقتي هناخد غطس كده خفيف بعد التمرين في البسين، بس مش هوريكم المستوى بتاع جسمي دلوقتي قالوا شويه، بس انتوا ادعوا لي وبس. دلوقتي هاخد لي غطس، بعدين نطلع جري على الشقه، نلم شنطنا، نعمل الوجبه ونحلق شعر جسمنا، ناكل ويا دوبك نعمل لنا ساعتين 3 عشان نصحى، عشان لازم نبقى في المطار الساعه 9 الصبح عشان طيارتنا لازم في المطار الساعه 11 عشان طيارتنا الساعه 1 الظهر. هنتحرك من جده ان شاء الله على الساعه 1 الظهر للدمام، ومدينه الدمام هناخد عربيه للخبر ان شاء الله على خير، وان شاء الله نكسر الدنيا. طيب يا شباب ان شاء الله في الحلقه اللي جايه هنوريكم السبلمنتس اللي بستخدمها في فتره التحضير، والفيتامينز المهمه والحاجات الجميله دي من ماي فيتنس باج، ابلكيشن ماي فيتنس باج. المهم سريعا حاجات بقى من يعني من الحاجات برضو السيئه في لعب كمال اجسام، او مش سيئه قوي للدرجه، بس من الديب ويب، من اعماق شويه كمال اجسام محدش واخد باله منها، ان احنا بنحلق شعر جسمنا طبعا عشان دايما نحلقه كل اسبوع او كل اسبوعين عشان نبقى شايفين دايما تفاصيل ونشوف التطورات بشكل ملحوظ. دي حاجه ثانيه بالذات قبل البطوله على الاقل ب3 أو 4 ايام بنبدا ان احنا نحلق شعر جسمنا، عشان لازم ب3 أو 4 ايام عشان جسمك كده كده بيبدا يحبس ميه، سواء حلقت بمكنه حلقت بموس حلقت دي بكريم 1. ما هو الكريم 1؟ الكريم 1 يا جماعه هو منتج كريم، في منه برده سبراي يعني، بس مش بيبقى كريم 1، بيبقى شركه ثانيه، بس ده احسن بالنسبه لي. ده اللي بيحلقوا بيه الستات عادي جدا، الموضوع بسيط. في منه البينك ده البشره الحساسه، خليك دايما في الامان. لو انت اول مره تجربه جرب على طول البشره الحساسه، ريحته بجد مش احسن حاجه. المهم انت بتجيبه وبتدهن على جسمك وبتسيبه من 3 ل5 دقايق، ولو انت شعر كتير قوي وكمان شعرك بياخد وقت اكتر يعني ممكن حد اقصى 7 دقايق، او انت اصلا مجرد ما تحس بولعه شويه او جسمك ابتدى يعيد كده، وتحس كمان من بياض اللي انت دهنه شعر السواد ابتدى يطلع، يبقى يعرف ان الشعر طلع. تفضل سايبه من 3 ل5 دقايق او 7 دقايق ايا كان، بس انت خليك في الامان 3 دقايق، وبعدين تبدا تشوف جسمك. ومجرد ما تحس بالنار دي بالبتاعه دي تبتدي تشيل، بس مشكلته ان هو من بعد اسبوع على طول شعرك بيبدا ينبت تاني يعني، فمش بيبقى اختيار حلو ولا ستات ولا رجاله، بس احنا بنحلق بيه. في ناس تحلق بالمكنه، بس المكنه ممكن تعورك، واريح لي انا ده الكريم 1 واريح لناس كتير يعني. بس كمان البتاعه دي مالهاش اي لازمه بصراحه بالنسبه لي، او يعني بتاخد وقت كتير قوي. انا رايح على شعر جسمي، هي للستات هتبقى حلوه ان هي كيكه الستات عندهم شعر قليل، كان الرجاله هنحلق على طول. هقول لكم ازاي دلوقتي يعني، شوفوا يلا. ابيض على الابيض يا بدريانو. ايه ده؟ ايه يا اسطى اللي انت بتجيبه ده؟ انت هتستقبل اصلا، انت اللي حاطط لي الكريم تاني فيها بتفاجئ. يا جماعه زي ما انتم شايفين ده من يعني انا واحد لعيب فيزيك فانا بعمل كده. في بقى كريس بامستد مثلا كان بيقول ان هو قبل البطوله يعني كورتني كينج اللي هي مراته بتحلق له شعره، شعر شنبه عادي جدا.
المهم يعني طبعا لازم طبعا حد يساعدك في الموضوع ده. يعني انا بعرف اعمل كل ده ماشي قشطه، بس الجانب بقى ظهري ورجلي وكل حاجه ساعدني فيه بدريانو اخويا وصاحبي. ولا اعرف اي حاجه. اخويا وصاحبي والكاميرا مان بتاعي، مفيش غيره معايا مسافر معايا. انت بتتكلم في ايه؟ هذا عرض مرفوض شكلا ومضمونا. بس اخلص. عندك عمر هادي جوه. كل الكلام جوه. طبعا فانت لما انت كلاعب كمال اجسام لازم يكون معاك حد يساعدك في حاجات كتير في حياتك طبعا، بس منها الحاجه دي من اصعبها، مش اي حد يعملها لك. لو عملها لك هو بيحبك قوي قوي زياده عن اللزوم. ف يعني مثلا بقى مراتك، اخوك، صاحبك، بس كده، ابوك، امك، اختك، حد يساعدك في الموضوع ده عشان ايه كده بس، وتقول له شكرا يا بدر حبيبي يا اخويا. اتكل على الله يا عم. هات المايك بس، المايك لو سمحت بعد اذنك، شوف بقى انت رايح تعمل ايه. يا جماعه بدر. بس يا جماعه احنا كده عملنا كده. هنخش دلوقتي بالظبط بالليفه. انا بعملها بالليفه على طول، بكحت كده بليفه خشنه او اي انت في اي فوطه خشنه او اي ليفه خشنه بقد ايدك كده، كحت كويس كل المناطق دي. بعدين خد دش سخن حلو كده وشاور جل يا باشا قد كده، بس خلاص كفايه شاور جل وكريماتك كتير قوي. وبعدين تستحمى كويس، وبعدين تنشف كويس، وبعدين تحط فازلين او اي زيت جوز هند، اي حاجه على جسمك لازم تدهنها عشان ما تلتهبش. وبس كده. انا ما بستخدمش بقى البلاستيكه بتاعتهم دي عشان انا هقعد سنه كده عقبال ما اخلص. فايه ده كان حاجه من الحاجات، اسرار لعيبه كمال اجسام بيعملوها، واسرار جوه كمال اجسام، عشان بس انت لو بتناوي انك انت تلعب لعيبه كمال اجسام تبقى عارف حاجات كتير قوي عن لعيبه كمال اجسام يعني. السلام عليكم.